طيارة بتعدي على مثلث برمودا وبينتهي أمرها على جزيرة مليانة تماسيح وحيوانات عملاقة، ولازم يلاقوا طريقة يهربوا بيها من المكان ده. فيا ترى إيه اللي هيحصل؟ ده ملخص فيلم كروكودايل آيلاند 2020. بيبدأ الفيلم سنة 1945 وبنشوف 2 جنود أمريكان راجعين لبلدهم بعد الحرب العالمية التانية، وبعد ثواني بيدركوا إن في حاجة غريبة في الجو، وبيطلع إنهم دخلوا جوه مثلث برمودا وأجهزة الطيارة بتبدأ تتعطل، وفجأة بيشوفوا طيور عملاقة بتهاجم الطيارة بتاعتهم. فهم الاتنين بيضطروا ينطوا من الطيارة وبيفتحوا المظلات، وأول جندي بينزل على الجزيرة دي بسلام، أما الجندي التاني فكان نازل في المية، وفجأة بيخرج تمساح عملاق جدا من المية وبياكله. والجندي اللي على الجزيرة شاف اللي حصل ده وبيفضل لوحده على الجزيرة دي اللي مليانة بحيوانات عملاقة. وبتمر السنين لوقتنا الحالي وبنشوف طيارة بتعدي من فوق مثلث برمودا، والركاب ما كانش عندهم أي فكرة عن اللي هيحصل لهم بعد شوية. وبنتعرف على واحد من الركاب اسمه هاو كان مسافر على الطيارة هو وبنته لين، وهاو ما كانش مبسوط بالشاب اللي اسمه شن اللي بنته مصاحباه اليومين دول، وبيسأل لين انت تعرفي الشاب ده بقالك قد ايه؟ بس لين بترد على ابوها بطريقة وحشة، فهاو بيبص لصاحبها شين بشكل وحش. وقبل ما هاو يتكلم معاه الطيارة بتبدأ تتهز بقوة، وكل الركاب بيخافوا جدا وبيلبسوا أقنعة الأكسجين بسرعة، والأمور بتزداد سوء لما الطيارين بيدركوا إن أجهزة الطيارة اتعطلت، فبيضطروا يهبطوا بالطيارة بالراحة ومتجهين لأقرب جزيرة. وهم بيهبطوا بيشوفوا الطيور العملاقة قدامهم، والطيور بتسبب أضرار للطيارة وبتدمر المحرك، فالطيارة بتقع بسرعة كبيرة ناحية المحيط. والطيارين بيحاولوا يتحكموا في الطيارة على قد ما يقدروا، لكن في جزء من الطيارة بيتدمر والركاب بيطيروا منه، بينما هاو كان بيحاول يوصل لبنته وبيقدر في الآخر يوصل للكرسي اللي جنبها وبيلبس الحزام. وبعدها الطيارة بتقع في المية وبتفضل تزحف، والطيارين بيتصدموا لما بيشوفوا صخور كبيرة قدامهم، وفعلا الطيارة بتخبط في الصخور ومقدمة الطيارة بتنفجر، والجزء اللي فيه الركاب بيطير بعيد، وبعدها الركاب بيفقدوا الوعي. وبعد شوية هاو بيفوق وبينقذ بنته وبيخرج بيها للجزيرة، وبيشوفوا عدد قليل جدا من الركاب قدروا يعيشوا وفي عدد كبير مات. والركاب دول بيتصدموا لانهم بيكتشفوا ان المية اللي معاهم قربت تخلص ومفيش شبكة على الجزيرة دي، وكده مفيش اي وسيلة للهروب من المكان، وبيحسوا انهم مش هيقدروا يعيشوا هنا فترة كبيرة وهيموتوا. وهاو بيقرر انه هيخش الغابة يمكن يلاقي اي موارد تخليهم ينجوا، وبيخش هاو الغابة وكان معاه شن صاحب بنته وواحد تالت. وبعد ما بيتمشوا شوية بيلاقوا بيت صغير متغطي بالأشجار، ولما بيخشوا البيت ده بيلاقوا سكينة وهاو بياخدها، وبيلاقوا دفتر من أيام الحرب العالمية التانية، والشخص التالت اللي معاهم هو مدرس لغة إنجليزية، وبيفهم من الكلام اللي مكتوب إن الجزيرة دي مليانة بوحوش عملاقة. ولما عرفوا المعلومة دي خدوا بعضهم على طول وراجعين للشاطئ علشان يحذروا زمايلهم من الخطر اللي موجود على الجزيرة. وفي نفس الوقت على الشاطئ في شخص اسمه فانج بيتخانق مع المضيفة على إزازة المية، وبيتدخل شخص اسمه لي وبيوقف فانج وبيضربه في وشه كمان، والاتنين بيتخانقوا وبيقعوا على الأرض، ومضيف الطيارة بيحاول يهديهم ويوقف الخناقة دي، ومحدش من باقي الركاب بيتدخل. وجيا مرات لي الحامل بتتدخل وبتحاول توقف جوزها، وقدرت في الآخر تهدي لي، بس فانج كان متعصب وعاوز يرجع يتخانق وبيزق المضيف في المية. والناس اللي على الشاطئ بيلاحظوا ان في حاجة جاية في المية، وفجأة في تمساح بيظهر وبياكل المضيف، وكلهم بيشوفوا اللي حصل ده وبيجروا فورا، بينما في عدة تماسيح بتخرج للشاطئ وبيبدأوا ياكلوا البشر اللي ملحقوش يهربوا. وبعد دقايق هاو واللي معاه كانوا رجعوا للشاطئ وبيتصدموا لما مش بيلاقوا اي حد موجود، وبيشوفوا آثار رجلين التماسيح، وهاو بيعتقد ان في ناس لسه عايشة وبيتحركوا فورا وبيدوروا عليهم. وعلى الناحية التانية الناس كانوا لسه بيجروا من التماسيح اللي بتطاردهم، والتماسيح كانت سريعة وبتقدر تاكل كذا واحد من البشر، والناس وهم بيجروا بيتقسموا لمجموعتين، وكل مجموعة بتروح في اتجاه مختلف، والمجموعة اللي فيها لي ومراته الحامل بيوصلوا لعند منطقة هادية وبيلاقوا ان المية دي صالحة للشرب، وفعلا بيقعدوا شوية وبيشربوا من المية، بس بعدها بيسمعوا أصوات جاية ناحيتهم من الغابة، لكن بيطلع إن ده هاو والمجموعة اللي معاه. وشن لما بيقابل لين بيقول لها أنا جبت الشاكوش ده علشان أقتل التماسيح لما
ما تظهر. وهاو بيقول له والله انت ما تعرف تقتل فرخة. ومش بيعدي وقت كبير وهاو بيحس بهزات ارضية والاصوات بتبدأ تعلى، وكل الناس بيتجمدوا في مكانهم من الخوف. واللي ما كانوش واخدين بالهم منه ان في تمساح عملاق كان مستخبي ورا الصخور دي طول الوقت. وبيظهر التمساح بكامل حجمه وبيطلع على الصخور، وبيبان ان التمساح عملاق جدا، وبيبدأ يقرب وشه من الضحية وبيبصله بغضب، والراجل بيعملها على نفسه من الخوف. والناس بيشوفوا التمساح بياكل الضحية ومش بيقدروا يعملوا حاجة، وبياخدوا بعضهم وبيجروا على الفور. والتمساح مش بيسيبهم وبيتحرك وراهم بسرعة وبينط على هاو علشان ياكله، بس هاو قدر يهرب منه في آخر لحظة. والتمساح بعدها بيشوف واحدة ست متعلقة ما بين الصخور، وللأسف بياكلها على مرة واحدة. وبقية الناس بيكونوا قدروا يفلتوا بجلدهم وهربوا من التمساح. وهاو بياخدهم للبيت اللي هو لقاه من شوية، وبيقول لهم احنا هنستخبى هنا الليلة دي. وشن كان داخل بس هاو بيوقفه وبيقول له رايح فين؟ انت تقدر تقتل التمساح صح؟ طيب انت هتحرس المكان واحنا نايمين علشان لو في اي تمساح ظهر. وهاو كان اتصاب في دراعه لما نط من التمساح، وبنته بتقول له انا لقيت دول في البيت. فهاو بياخد الرصاصة دي وبيقسمها نصين علشان يحط البارود على الجرح، وبيخلي شن يولع في البارود. وطبعا هاو بيحس بألم شديد، بس بالطريقة دي هو كوى الجرح. وبالليل بيتجمعوا قدام النار، وهاو بيلف حواليهم حبال من كل اتجاه علشان يمنع التماسيح تخش عليهم. وبيقعدوا ياكلوا كلهم من الأكل اللي كان معاهم على الطيارة. وبعد شوية الكل بيقوم ومش بيتبقى غير هاو ومدرس الإنجليزي، وبيتفاجئوا لما بيقع هيكل عظمي البني آدم من الشجر، وبيعتقدوا ان كان هو ده الشخص اللي كتب المذكرات في الدفتر اللي لقوه في البيت. وتاني يوم الصبح والكل نايم، هاو بيخرج علشان يجيب اي فاكهة او حاجة تتاكل للناس، وبالذات علشان بنته لما تصحى تلاقي اكل. وعلى الجانب التاني فانج كان لسه عايش، ومعاه واحدة اسمها ليتشي. وليتشي كانت حابة تصور وتحكي اللي بيحصل على الجزيرة علشان لما ترجع بلدها تنزل الفيديوهات دي على النت وتتشهر. وبتلاقي انها داست على مادة لزجة جدا، وبتتزحلق على شيء بينزل المادة اللزجة دي، وجسمها كله بيتغطى بالمادة دي، وما كانتش تعرف ايه ده. وبتطلب من فانج يساعدها ويمسح السائل ده من عليها، بس فانج بيتقرف وبيرفض. فهي بتمشي علشان تروح تغسل نفسها، وهما الاتنين ما كانوش يعرفوا ان الشيء اللي هي خبطت فيه يبقى بيضة عنكبوت عملاقة لسه ما فقستش. وفي نفس الوقت لين بتصحى وبتخرج من المكان علشان تدور على ابوها، بس بيكتشفوا انهم محاطين بحشرات عملاقة والجو كله دخان. فلين بتصحي بقية الناس علشان يهربوا بسرعة قبل ما يتاكلوا، لان البيت اللي هم فيه مش متين وممكن يتدمر بسهولة. وفعلا بيخرجوا وبيتحركوا بالراحة في الدخان علشان ما يلفتوش نظر الحشرات. ولحسن حظهم الحشرات كانوا نايمين، بس في واحد من البشر بيلاقي ان في سائل من الحشرات بيقع على راسه، وفي لحظتها الحشرة العملاقة بتصحى وبتاكل الشخص ده. وفريقنا بيشوفوا اللي حصل وبيلاقوا ان الحشرات كلها صحيت وبتتحرك ناحيتهم، ومش بيفكروا كتير وبيجروا على الفور. والحشرات كانت جاية وراهم، وهاو سمعهم وهم بيزعقوا فبيجري بسرعة ناحيتهم. وفريقنا بيجروا في الغابة من الحشرات اللي لسه ماشية وراهم، بس بيظهر قدامهم عنكبوت عملاق وبيوقفهم، والعنكبوت بيبدأ يطعنهم برجليه. بس لحسن حظهم المدرس بيظهر وبيشتت انتباه العنكبوت، فالعنكبوت بيسيبهم وبيتجه ناحية المدرس. بس فريقنا مش بيلحقوا يشموا نفسهم علشان في عناكب تانية جاية عليهم، وبيجروا وهم في قمة الذعر والخوف. ولين بتقع في شبك العنكبوت، وكلهم بيقفوا يساعدوها وبيحرروها من الشبك، وبعدها بيطلعوا يكملوا جري، وبيقدروا في النهاية يهربوا من الحشرات وبيستخبوا تحت النباتات. وهم عندهم أمل إن العناكب تمشي بعيد، وبيسمعوا حد بيقرب عليهم واللي كان هاو. وهاو بيلاحظ وجود الحشرات على الشجر، فبيصرخ للحشرات دي علشان يلفت انتباههم وبيخليهم يطردوه هو علشان يدي فرصة لبقية زمايله للهرب. وهاو بيقدر يشتتهم وبيهرب من العناكب، وبيجري للبيت وبيلاقي الأستاذ هناك. بس اللي ما كانوش يعرفوه إن في عنكبوت مستنيهم بره وعامل لهم كمين، والاتنين كانوا مستنيين الوقت المناسب للخروج. لكن فجأة العنكبوت بيهاجمهم من ورا وبيصيب الأستاذ، وهاو بيفضل يضرب رجلين العنكبوت وبيقطع جزء من رجليه. وفعلا العنكبوت مشي، والأستاذ كان اتصاب إصابات خطيرة لدرجة إنه بيموت بعد ثواني. وهاو بيفضل لوحده موجود، والعنكبوت مستني فوق البيت، وبيرجع العنكبوت يهجم تاني برجليه، وهاو بيتخبط في الحيطة وبيكسرها، والعنكبوت بيمسك هاو من رجله وبيسحبه علشان يخلص عليه. بس هاو بيقدر يتخلص من العنكبوت وبيجري بأقصى سرعته،
وبيرمي القنبلة اللي خدها من بنته على العنكبوت، والعنكبوت بينفجر وبيموت. وعلى الجانب الآخر فريقنا كانوا على قيد الحياة وهربوا من منطقة العناكب تماما، وبيوصلوا عند نهر صغير وكان لازم يعدوا علشان يوصلوا للناحية التانية. وفعلا بينزلوا النهر وبيتقدموا للناحية التانية، بس فجأة في تمساح بيظهر تاني، فالكل بيخاف وبيترعبوا، وشن بيجمد قلبه وحاول يهجم على التمساح بس بيتكعبل وبيقع، والتمساح مصدق وبيستعد علشان ياكل شن. بس لحسن الحظ هاو بينقذ شن على آخر لحظة، والتمساح بيصرخ على الناس وبيتحرك بسرعة ناحية هاو، بس هاو بيتفادى هجومه بذكاء وبينزل التمساح في المية، والتمساح بيسيبهم وبيمشي. وهاو بيتجمع ببنته من تاني، ولين بتحضن أبوها وهو بيوعدها إن كل حاجة هتبقى بخير. وفي نفس الوقت ليتشي وفانج بيوصلوا عند شلال المية، والاتنين على طول بيشربوا، وليتشي بتنظف نفسها من المادة اللي على جسمها. وبعد شوية ليتشي بتسمع أصوات في المية وبتدرك إن في حيوان خطير في المية، وقبل ما كانت هتتحرك فانج بيظهر قدامها وعاوز يلعب معاها عريس وعروسة، بس هي بترفض وبتضربه. وقبل ما الاتنين يتحركوا التمساح بيعض رجلين ليتشي وبيسحبها، فهي بتمسك في رجلين فانج علشان ما تتسحبش، بس فانج كان واطي وبيضربها كذا مرة برجله علشان تسيبه. واللي بيحصل ان التمساح اكل ليتشي بالكامل. وبنرجع لفريقنا اللي كانوا بيتمشوا في الغابة، وللمفاجأة بيلاقوا بواقي طيارة متحطمة، وشكل الطيارة دي بتاعت الجنود اللي ماتوا في البداية خالص، وبيدوروا فيها على أي حاجة ممكن تفيدهم. وفعلا بيلاقوا سلاح وجهاز إرسال لسه شغال، ولين بتستغل إن الجهاز ده شغال وبتحاول تتواصل منه مع أي حد وتطلب منه المساعدة، وفعلا في حد بيرد عليها، ولين بتعرفه بمكانهم بالظبط، والشخص اللي رد عليها بيقول لها إحنا هنبعت لكم طيارات إنقاذ. وفريقنا بيفرحوا وبيجي لهم أمل إنهم ممكن يعيشوا، وبيتجهوا بسرعة ناحية الشاطئ. وهم في السكة بيقابلوا فانج، وفريقنا أصلا ما كانوش بيثقوا في فانج نهائي، بس ما كانش عندهم اختيار تاني وبيسيبوه ينضم ليهم. وهاو بيحذر فانج وبيقول له إياك تعمل أي حركة غدر، وابعد تماما عن بنتي. وفريقنا بيوصلوا بعدها لعند نهر كبير ولازم برضو ينزلوا فيه ويعوموا ويعدوا الناحية التانية، بس جيا الحامل ما كانتش هتقدر تعوم، ففريقنا بيساعدوا جيا وبيبنوا ليها مركب من الزرع علشان تعدي من عليه. وهاو بيتطوع وبينزل المية علشان يسحبها، وبعد ما قدر يوصل الناحية التانية بقية الفريق بينزلوا المية وبيعوموا، وكل شيء كان هادي والأمور ماشية تبع الخطة. بس هاو بيقلق لأنه بيشوف التمساح العملاق ظهر قريب، فالناس بيخافوا وبيترعبوا وبيعوموا بسرعة، بينما التمساح العملاق بيبدأ يقرب علشان يهجم عليهم. ولين وشن قدروا يعدوا الناحية التانية، وفانج بيخاف وبيبدأ يعوم في الاتجاه التاني، ولي كان لسه في المية وبيزق المركب بتاعت مراته للبر، لكن بيتضح ان مفيش امل والتمساح خلاص بيقرب، فلي زق المركب بتاعت مراته بعيد وبيضحي بنفسه علشان مراته، والتمساح بياكله. وجيا بتفضل تصرخ على جوزها وبتعيط، وفانج بينضم ليهم والتمساح بيلف وشه ناحيتهم. وهاو بيضرب نار على التمساح بالسلاح اللي لقوه، وبيدي فرصة لبقية الفريق انهم يهربوا، وضرب النار مش بيأثر في التمساح وبيطلع على البر وبيطاردهم. وهاو بيحاول يوقف التمساح وبيفضل يضرب عليه نار، بس مفيش فايدة وبينط وبينقذ حياته من عضة التمساح. والتمساح بيروح يطارد فريقنا وهما بيتقسموا المجموعتين، وفانج بيتكعبل وبيقع، ولين بتشوفه وبتقرر ترجع وتساعده، بس فانج الواطي بيقرر يرميها ناحية التمساح وبيجري هو، والتمساح بالفعل بيشوفها وبيقرب منها علشان ياكلها، بس هاو بيظهر وبينزل عليه بشلال من ضرب النار، والتمساح بيتلهي مع هاو، وهاو بيفضل يضرب نار بشكل متكرر، والتمساح بيركز تماما مع هاو، فلين بتستغل الفرصة وبتهرب، وضرب النار المتكرر بيسبب أخيرا ضرر للتمساح وجلده بيبدأ يتضر، بس بالغلط في رصاصة بتيجي في رجل فانج فبيقع على الأرض، والتمساح بيشوف فانج واقع على الأرض فبيتحرك ناحيته، ولين بالغلط بتشبك في رجل التمساح، وفانج فجأة بتجيله سكتة قلبية من حجم الضغط اللي بيحس بيه وبيقع على الأرض، والتمساح بيقدر ياكل جثته بكل سهولة،
والتمساح بيمشي ولين متعلقة فيه. وبعدها الدنيا بتليل، وهاو كان قدر يتبع تحركات التمساح لحد الكهف، وبيقرر يخش الكهف هو واللي معاه. وبيمشوا في الكهف وهم واخدين حذرهم، وبيشوفوا التمساح وهو نايم، وشن بيأمر جيا تخرج بره الكهف. بس جيا قبل ما تمشي بتشوف بواقي جثة جوزها على الأرض، فبتنهار من العياط. وبسبب صوتها وهي بتعيط التمساح بيبدأ يصحى من النوم، وكده أبطالنا في خطر. بس جيا هديت وسكتت في الوقت المناسب، وهاو بعدها بيدور على بنته وهو واخد حذره من الوحش ده. وهاو بيقدر يلاقي لين اللي كانت لسه عايشة، وبياخدها علشان يخرجوا من هنا. بس قبل ما يمشوا شين بيلاحظ ان الوحش اختفى من المكان، وبيطلع ان ورا شين بالظبط، ودي بتبقى مشكلة كبيرة. وشين بيتجمد في مكانه زي التمثال من هول الموقف. فهاو ما كانش عنده حل تاني، وبيفتح النار على التمساح علشان ينقذ نفسه وينقذ الجميع. وشين بيجري يروح يشيل لين وبيخرج بيها من الكهف، بينما التمساح بيتجه ناحية هاو. فهاو بيجري في أعماق الكهف والتمساح جاي وراه، وبيقدر هاو يخش جوه الأنفاق الصغيرة ويفلت من بق التمساح. بينما شن كان خد لين وخرجوا من الكهف، وبيسلم لين لجيا، وبيقرر يرجع علشان ينقذ هاو، وبياخد الشاكوش معاه. وهاو ما بقاش عنده أماكن تانية يستخبى فيها، والتمساح كده هياكله. وهاو بيجري من اليأس وهو ما عندوش خطة، وفي الآخر بيخش لنفق صغير وبيفضل يضرب نار على وش التمساح. بس الذخيرة ما كانتش فعالة ومش بتجيب نتيجة، والذخيرة اللي مع هاو بتخلص. وبيدرك ان القنبلة اللي كانت معاه وقعت منه في النفق. وفي الوقت ده شن كان وصل، وهاو بيأمره يلاقي القنبلة بسرعة قبل ما التمساح يدمر المدخل وياكله. وشن بينطلق وبيدور على القنبلة، وبيقدر بالفعل يلاقي القنبلة، وبيرجع للتمساح وبيرمي عليه الشاكوش. فبالتالي التمساح بيتلهي مع شن، وده بيدي فرصة لهاو انه يهرب. والتمساح بقى بيطارد شن، وشن شال فتيل القنبلة ورماها على التمساح. فبيحصل انفجار ضخم والكهف بيتهز، وبيسبب أضرار كبيرة للتمساح، والتمساح بيقع على الأرض وبيبقى أخيرا مات. وهاو بعد ما شاف اللي حصل بيرجع لشن وبيقول له أنا كنت غلطان، أنت طلعت ولد شجاع جدا. بس قبل ما يمشوا بيدركوا إن التمساح لسه عايش. فهاو بيمسك السكينة وبيقع من على الصخور، والتمساح بيندفع على هاو وبيتقطع من تحت بالسكينة. والهجوم ده كان كفيل إنه يقتل التمساح، وبيقع على الأرض وبيموت المرة دي بالفعل. وشن بيروح يسحب هاو من تحت التمساح، وهاو كان عايش، وبيخرجوا سوا من الكهف وبيقابلوا لين وجيا، وبيمشوا من المنطقة الخطيرة دي وبيوصلوا للشاطئ. وفي الوقت ده بتوصل طيارات الإنقاذ اللي جاية تاخدهم. وهنا بنكون وصلنا لنهاية الحلقة. ما تنسوش تدوسوا لايك وساعدونا نوصل الحلقة دي ل 8000 لايك. واللي وصل لآخر الحلقة عاوزك تحط ايموجي التمساح في الكومنتات علشان أعرف مين اللي عجبته الحلقة. وباي باي.